هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. اوعي تبقي ست جدعة. انا نازله للست ام فوزي، قصدني في كام حاجه كده اقضهم لها ومش هتاخر. ها ماشي، بس انا خرمان. بيفوتي علبة سجاير مع الواد ولع قبل ما تمشي. يا راجل اتقي الله، انت بتبعتر الفلوس على السم الهري ده واحنا مش لاقيين ناكل. خلينا اجيب فرخه للعيال وانا جايه بدل ما تحرق بيهم صدرك. الست متشكرين، اعملي اللي بقولك عليه لحسن والله اقوم اجيبك من شعر. خلاص انا غلطانه، فوتك بعافيه بقى. وما تتأخريش، انت فاهمة؟ حاضر يا اخويا، مسافه السكه. تسمع يا تامر عن الستات المعيله؟ تعرف تتكهن نسبه الستات اللي في كل الاوساط اللي تقريبا هي اللي شايله البيت ونقدر نعتبرها العائل الوحيد للاسره؟ سمعت عن الراجل النطع؟ مساء النور، ازيك يا تامر؟ الحمد لله. نيروز، اخبارك ايه النهارده؟ انا الحمد لله تمام، والجو طراوه وكله تمام الحمد لله. معلش يا تامر، دايما بطلع فيك كده زي المدفع الرشاش، حقك عليا بقى. عذرك والله، بس ما تنفعليش قوي كده. فعلا ظاهرة مستفزة جدا وغريبة على مجتمعنا اللي المفروض انه قائم على اساس ديني واخلاقي، بيعتبر ان الراجل عمود البيت وصاحب القوامة والمعيل. في تغيرات كتير حصلت في حياتنا، عصفت بينا وبأخلاقنا، بس كل ده دي بقت مهزلة. يعني ايه راجل عاطل يبقى نايم على ظهره ومراته بتخرج كل يوم تلقط رزقها، تخدم في بيوت بقى، ولا تساعد ست كبيرة، ولا تنظف خضار وتقعد تبيعه في السوق؟ هو الشغل مش عيب، واللقمة الحلال ما تعبش صاحبها، وكونها بتعمل كده علشان جوزها عاجز او عاطل بشكل مؤقت ماشي، لكن تبقى عاملة فيها الست الجدعة وهو مستنطع، لا، ده ما يرضيش حد ابدا. انت عارف ان النوع ده من الستات مفيش بيت يخلو منه؟ اقصد اننا بنحتك بيهم وبنسمع قصصهم ايا كان الوسط الاجتماعي بتاعنا. ما هي مش هتخرج عن عاملة نظافة او مساعدة لست البيت، وطبيعي بنسمعهم وبنعرف حكاياتهم منهم وبنستغرب جدا ليه صابرة ومكملة، ويمكن يكون جوزها ده واخد فلوسها وناهبها ومصبحها ومسيها بعلقة كمان. طب ليه؟ ما فكرتيش تركيبة دماغها بتكون ايه؟ يمكن شعورها ان دي الجدعنة وانها الست اللي واقفة جنب جوزها في ازمته. ده لما تبقى شافت منه خير، ولما يبقى ظرف طارئ مش حاجة هتطول، لكن أكيد هي فاهمة الجدعانة غلط، وجوزها أو اللي اسمه جوزها ده لا يمت للرجولة بصلة، وهتلاقيه بيبهدلها علشان يشوف نفسه راجل عليها، لكن لما بيقف قدام المراية بيستقل روحه وبيشوفها أرجل منه، ما هي اللي أخدته على الراحة ومسحت برجولته الأرض. يعني برضو طلعتها هي الغلطانة؟ يا نهارك أبيض. أيوة، بطلي تعملي الست الجدعة، بطلي تلمي وراه علشان أول ما يبوظ هيطلعوا عليكي، وهتبقي انت اللي بوظتيه، والكل هيقولك تستاهلي. ولا انتوا رأيكم ايه؟